كده اسمع بس. عملت كويس ولا لا؟ يا استاذ ايمن يا محفوظ، خد بالك، انا تربيه اسماعيل الشاعر، يعني انا تربيه اسماعيل الشاعر اللي هو اسماعيل. فبعد اذنك يعني لما تيجي تتكلم برضه، يعني خد بالك ان انا يعني عندي مخ وراجل اشتغلت في البحث الجنائي 20 سنه، فالكلام ده ما حصلش يعني. ما حصلش. تمام. وبعدين انا راجل يعني انا ما طلعتكش في مداخلات وطلعتك في حلقات، فانا مش محتاج اي، يعني مع احترامي ليك، واخد بالك، مع احترامي لاي حد، انا مش محتاج حد يسندني. انت كنت بتشرفني ساعتها في مداخلاتك كراجل محامي محترم، كنت بتخش تقول رايك، تمام، وانا كنت بديك المساحه اللي تتناسب طبعا مع كلامك، تمام، وكنا متعاونين مع بعض، ما كانش في حد فينا بيسند الثاني، واخد بالك، احنا كنا خلاص احنا نعتبرها تعاون مشترك، قضيه راي عام. طيب لكن حته انا تسندني ايه بس؟ السند والله يا سيدي كلنا بنسند بعضينا. طب خلينا بقى في الاخر ونتكلم الكلام المظبوط. هو انا مش حضرت فرحك وقلت لي ده تشريف كبير والرساله عندي تشريف كبير ان حضرت فرحك؟ يا عم هو انت بتستجوبني ولا لا مش بستجوبك. فرح فيهم، فرح فيهم؟ انت اتجوزت 20 مره، انا بتكلم على اخيه اللي عند زينه، يعني زينه. نورتنا وشرفتنا. ماشي حلو قوي. لغايه كده انا ما فيش اي مشكله. ليه بقى الحاجات الخاصه اللي بيني وبين حضرتك، التليفونات كلام عادي يعني، تروح الاقي اكرم سلام زيه، وعايز اعرف تفسير ده برضه عشان ده عتاب المحبين يعني. ليه مكالمات خاصه؟ كلامي اكرم سلام ايه؟ اكرم سلام ده انا حبسته. ايوه انا عارف يا حبيبي. يعني اكرم سلام انا حبسته وما زال في السجن. ايوه. انت كنت بتقول لي يعني، بس والنبي خدني بس بالراحه، بس عشان بس نوصل والله بالراحه ايه، وانا بعمل انا عادي بتكلم معاك بالراحه قوي اهو. اخر بالراحه. ماشي. بص يا باشا، الاقي اكرم سلام بيعرض لي مكالمه بيني وبينك، هي مكالمه عاديه ما فيهاش حاجه يعني، بس ليه اكرم سلام يعرف حاجه بيني وبينك يعني، ايا كانت حاجه بسيطه يعني؟ انا والله ما اعرفش انت عاوز توصل لايه يعني. انا اكرم سلام ده عيل ضايع متهم، واخد بالك، انا حبسه، وساعتها كانت بتهكر باين التليفون وحاجات كده، واخد بالك، واتاخد مش مكالماتك انت، اكتر من مكالمات لناس كتير واتساعد، واخد بالك، وانا قدمت الكلام ده واتعمل قضيه واتعمل محضر للكلام ده، تمام، واتحبس بناء عليها يعني. حصل مكالمتك قلت له زي مكالمه ايمن محفوظ يعني. طب انت كنت بتقول لي يا استاذ ايمن وانا بقول لك يا احمد باشا، صح؟ ليه بقى الاقي برضه سكرين يعني او بتاع اسمها ايه دي، الفويس نويت، بتقول له الواد ايمن بيتحايل عليا؟ ليه تقول عليا؟ ما فيش الكلام ده. فين مين انا قلت الواد ايمن؟ والله العظيم. والله العظيم. والله العظيم. الكلام ده لا قسما بالله ما حصل. طب ماشي، الكلام ده ما حصل، حسب عليه. خلاص اللي فات مات، اللي فات غار في داهيه. ايه اللي حولك ده؟ ما انا افهم يعني. انت بص، صلي على النبي، كلام برجوله، والكذاب مش راجل، واطلع على، مش اطلع ده، انا هطمل معاك مداخله على اليوتيوب مباشر واقول انا راجل خول ومش راجل لو الكلام ده ما حصلش. لو يعني لو انا غدرت بيك يعني، لو هي فلوس قول لي انا مسامح. مش فاهم يعني لو لي حد دافع لك عشان خاطر تعمل كده، انا عادي ما تفرقش معايا. بقول لك ايه اسمعني والنبي والله انا بسالك كلام برجوله. هي فلوس ولا تسليط؟ اللي احسن مننا كلنا ورب العالمين. انا لا حد بيدفع لي ولا انا عاوز حاجه من حد، بالعكس، ده العكس هو الصحيح. يعني انا لو عاوز ابيع القضيه بكره الصبح، لكن انا لا حد بيدفع لي مليم ولا باخد من حد حاجه، واخد بالك. وطول عمري والشارع المصري عارفني كويس من زمان، من قبل قناه الحياه حتى، من 20 سنه، من ساعه قناه 25 يناير، من ساعه الثوره، واخد بالك، ولا انا باخد من حد حاجه ولا عاوز من حد حاجه. والكذاب يا عم يعني خول ودن متناكه. ماشي حلو. انا ما باخدش من حد حاجه، واخد بالك. خلاص يا باشا، قلت والله يا باشا، قلت يا باشا، خلاص صدقتك انا كدبتك في حاجه؟ لا طيب انت حد مسلطك؟ هو الموضوع مستفز يا باشا، ولو حد مسلطك يعني الستات المصريات يا عم سيبك من الستات، سيبك بقى خلاص اللي حصل. معلش احنا ناس من حتت شعبيه يا عم ايمن، ماشي واخد بالك، وانت سيبك بقى من تطبيقات وتيك توك يا عم والعالم ده. انت يا باشا انا خلاص سمعت الحلقه، انا بسالك سعادتك، حد سلطك ولا حد وقع بينا؟ عايز اعرف بس يعني. انا